افتتحنا عرض الرو بفيديو ملخص رويال رامبل الكارثي، أسوأ رويال رامبل في التاريخ، ومنذ ما دخل جاي أوسو والجمهور توقعت أن يقلب عليه، ولكن الجمهور كان معه ييت. المهم مسك جاي أوسو المايك وقال لأنه 15 سنة في الدبليو دبليو اي، هذه أجمل لحظة بالنسبة لي وكنت أتمناها وأسعى إليها. قاطعه الجنرال جونتر دخل ومسك المايك. جونتر مسح بكرامة جاي أوسو الأرض. دخل جونتر والجاي أوسو قالوا أنا لا أريد ملاعبتك في رسلمانيا ولا أريد أختارك لأنك أنت أصلا مش من مستواي. نفس الكلام يعودي، ولكن هذه حتى عجبتني. قالوا أنت أصلا لن تهزمني، أنت إذا استطعت تربط لي حذائي من تحت فقط، أنت لست بمستواي. هانو مسح الأرض. بعد شفنا جاي أوسو قال لي جونتر سأذهب إلى سماك داون، سأتكلم مع كودي رودز وأنا تكلمت معك وسأختار في النهاية من سأواجه، ولكن باينة أصلا جاي أوسو راح يواجه جونتر وسيفوز على جونتر. الدوها فقرة ميتة بالنسبة لي. بعدها كانت عندنا مباراة بين لودفيك كايزر وبينتا، النجم الجديد والنجم الصاعد. مباراة فيها سبوتات جميلة صراحة، ولم يخطئ اليوم بينتا وفاز على لودفيك. فريق نيو داي يفوز على ريمستيريو ودراغون لي وريمستيريو اتحدوا ولكن خسروا ضد نيو داي المستهجنين من الجمهور على طول. نشوفوا اعلان مهم ان ايجي ستايلز سيظهر في عرض الرو القادم. بعد شفنا دخول ساث رولينز. دخل ساث رولينز وطلب من سامي زين ان يدخل. ساث رولينز في اعلان مهم صراحة وصدمني بان رومان رينز مصاب وسيغيب فترة. ساث رولينز قال لهم انا اللي ضربته وانا اللي اعلم مدة غياب رومان رينز، وهذه صراحة اثرت علي، خاطش ممكن نشوفوا رومان رينز ممكن ما يشارك في الانيميشن تشامبر، ولكن تبقى احتمال وارد انه ساث رولينز يدخل الانيميشن تشامبر ولكن ياتي رومان رينز ويطلعه من الانيميشن تشامبر مثل اي نايت وايجي ستايلز في الانيميشن تشامبر اللي فاتت. وبعدها يدخل سامي زين. دخل سامي زين وبعد شفنا ساث رولينز خارج ساث رولينز دقت موسيقى ذا بيست ان ذا وورلد. سي ام بانك عندهم مباراة تصويات هو وسامي زين، اللي يفوز راح يتأهل مباراة انيميشن تشامبر. بدأت المباراة ضربة من هنا على ضربة من هنا، سامي زين مسيطر، سي ام بانك مسيطر، وفي التالي فاز سي ام بانك تأهل رسمي للانيميشن تشامبر في كندا. بعد فوز سي ام بانك سلم على سامي زين وطلع. وبعد شفنا غادرة كيفن اوينز على سامي زين. هجم كيفن اوينز على سامي زين وهتك يدب فيه، ضربة من هنا ضربة من هنا، وبعد اطالوا الضربة المحظورة الباتل درايفر حطها لسامي زين وطلع من الحلبة. واعلان رسميا ما ممكن يعلنوها على العرض الجاي اذا ما غاب سامي زين، ولا ممكن يعلن بعد ذلك انه سامي زين سيواجه كيفن اونز في الانيميشن تشامبر. المباراة الاولى والثانية ستكون في رسلمانيا دوها من عندي. هذه المباراة ستلعب في رسلمانيا بكل تأكيد. هذا هو اغلب ملخص عرض الرو. صراحة انا مستني على السماك داون القادم، لازم نشوف رومان رينز لمن راح يتوجه وشو راح يسوي، هل سيدخل في تصفية الانيميشن تشامبر ام لا.